السلام عليكم متابعي عشاق الخياطة والتفصيل. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا طريقة تفصيل وخياطة العباية. غادي نحتاجوا الثوب، اي ثوب ممكن تستعملوا، ثوب العبايات. وغادي نحتاجوا 3 متر ديال الثوب، لانه كيف كتعرفوا العباية كتكون شويه فضفاضه، يعني غادي نحتاجوا فيها الثوب. اول حاجه غادي نطوي الثوب على جوج على الطول ديالو، وغادي نمشي من التحت. غادي نحط المقاس ديال الطول ديالي، نجي لهنا. انا عندي متر و36 في الطول، غادي نزيد 4 سنتيم ديال الخياطه، هي متر و40. انا نقرب باش تبان لكم في الكاميرا. غادي ننزل الثوب شويه، هانتوما كيف كتشوفوا هنا فين غادي نبدا نفصل. غادي نحط المقاس ديال الكتف ديالي. علاش حطيتها من هنا وما بديتش من التحت؟ لان ملي كنحطوا المقاس ديال الكتف هنايا، فاش كنبغيو نفصلوا القطعه ديال هنا، نفصلوا القطعه ديال الظهر، فاش غادي نبغيو نفصلوا القطعه ديال الامام غادي نبداو المقاس ديال الكتف من التحت هكا باش نستغلوا الثوب. ودائما الجهه ديال الظهر كتكون مسدوده. ها هي. دابا غادي نحط مقاس الكتف، ويكون شي شويه المقاس زايد واحد شويه، واحد سنتيم، لان العبايه كتكون شويه مريحه. انا عندي مثلا 20 في المقاس ديال الكتف، غادي ندير 21 زائد سنتيم ديال الخياطه هي 22، زدت سنتيم على المقاس اللي عندي. غادي نحيد 8 سنتيم ديال العنق هكا. غادي ننزل من هنا النقطه هذه ب3 سنتيم، وغادي نرسم الخط ديال الكتف. وهنا غادي ننزلو ب2 سنتيم رسم دورة العنق بالنسبة للظهر. في التركيز المقاس اللي حطينا في الكتف، دائما في التركيز كنحطوا المقاس اللي حطينا في الكتف هو اللي كنحطوه في التركيز. لكن دابا بما انه العبايه كتكون شي شويه فضفاضه كيف قلت، غادي نزيد واحد 2 سنتيم او 3. انا عندي 22، غادي ندير 26 في التركيز. غادي نقسمها على جوج، غادي ندير فقط 25، وغادي نقسمها على جوج، وغادي ندخل 2 سنتيم. ونجي لهاد النقطه هذه اللي حطيت فيها التركيز، غادي نحط مقاس الصدر. غادي نحط مقاس الصدر. انا عندي 24 زائد سنتيم ديال الخياطه هي 25. المقاس ديال السطر غادي نحطوه هو لانه هاد القطعه هذه اللي عندنا غادي تجي في الامام، يعني غادي تزيد لينا العبار ديال العبايه. غادي ناخذ المسطره البيستولي وغادي نرسم دورة الكم. هكا كيف كتشوفوا. وغادي ننزل من هنا ب 18 سنتيم، غادي نطلع الثوب شويه باش يبان لكم. سنتيم. وغادي نحط المقاس ديال الحزام. ما غاديش نديرها ايفازي، نفس المقاس ديال الصدر هو اللي غنحط في الحزام، لانها عبايه كتكون واسعه ما كتكونش ايفازي.
ندير 26. وغادي ناخذ المسطره ديال البيستولي وغادي نرسم هذا الخط. وغادي نجي لتحت وغادي ندير العرض ديال العبايه. بما انه العبايه كتكون واسعه غادي ندير 40. هكا وغادي ناخذ من النقطه ديال الحزام لهاد النقطه هذه وغادي نلاقيهم. غادي نرسم خط بالطباشير. هانتوما كيف كتشوفوا من نقطه الحزام وصلت داك الخط مائل. ودابا غادي نقطع بالمقص. بعد ما قطعت الظهر ها هو قلبت الثوب. هاد القطعه هذه اللي كانت عندي في الجهه الاخرى قلبتها باش نفصل عليها القطعه الاماميه. غادي ناخذ الظهر وغادي نحطو بهذه الطريقه على العبايه. هكا الجهه المسدوده هي اللي كنحطوها في هاد الجهه هذه. وكناخذوا المقص وكنبقاو نقطعو. اولا الا جاتكم هاد الطريقه صعبه ممكن انكم تراسيو بالطباشير وتحيدوا الثوب وتقطعوا. بعد ما فصلنا القطعه الاماميه دابا غادي ندوزو لتفصيل الاكمام. غادي نحطو نفس المقاس اللي حطينا في التركيز غادي نحطوه هنايا. عندي نحط 24 وغادي ننزل ب 13 سنتيم.
المقص اللي جاني هنايا غادي نقسمو على جوج. غادي نقسم هذا النصف هذا على جوج، وهذا كذلك. غادي ندخل من هنا بسنتيم، وغادي نطلع من هنا بسنتيم، وغادي نرسم دورة الكم هكا، اولا ممكن نرسموها بالبيستولي. دابا غادي نحط الطول ديالكم، الطول ديالكم غادي نحط الطول ديالي زائد 14 سنتيم باش تجيني داك القطعه، هذاك الثانيه هنايا باش نتنيها لداخل وتجيني داك القطعه هنايا اللي غندير فوقها الدونطيل. ممكن انكم تفصلوها بوحدها، لكن انا فضلت انني نديرها من لكم. العرض ديالكم غادي ندير في العرض ديالو 46 اللي هي نقسمها على جوج اللي غادي تعطيني هي 23، لان العبايه كتكون في الكم ديالها واسع. هكا غادي ناخذ البيستولي هكا وغادي نرسم. دابا غادي نقطع. اذا هذا هو الكم ديال العبايه، كيجي واسع من هنا. دابا غادي ناخذ القطعه ديال الامام وغادي نوريكم الطريقه ديال الكول ديال كيفاش غادي نقطع الكول ديال العبايه. بما انه انا غادي ندير داك الباندا في الامام اللي كتكون في العبايات، فغادي يجيني الكول نازل، ما غاديش يكون الكول داير، لان غتكون داك الباندا والعبايه كتكون مفتوحه، يعني ما غاديش يكون الكول داير. غادي ناخذ من النقطه ديال العنق، وغادي النقطه ديال العنق، وغادي ننزل بخط مائل هنايا هكا، مائل شي شويه، وغادي نقطع بالسنتيم هكا. من بعد ما غادي نخيطوها غادي نديرو هاد الباندا هنايا. هاد الباندا غادي تكون هنا نازله في العبايه، في الامام ديال العبايه هكا. غادي تشوفوا هادشي في طريقه الخياطه. غادي نخليكم بعد ما فصلنا غادي نخليكم مع طريقه الخياطه ديال العبايه بالصور.